انا كنت في وقت من الاوقات كان عندي حلقه بعملها في الام بي سي، وبعدين بصيت بعض الناس اتصلوا وقال لك يا دكتور عايزين نعرف ازاي نقوم نصلي الفجر، قول لنا على بعض الاستراتيجيات ممكن نصلي الفجر ازاي. قلت لهم طيب في استراتيجيه اسمها، خدوا بالكم اللي انا هقوله، استراتيجيه كوب الماء. يعني ايه استراتيجيه كوبايه الميه؟ قبل ما تنام خد شويه ميه صغيرين واشرب شويه ميه وسيبهم، وبعدين خد نفس عميق وطلع الزفير شويه 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 شويه، بعدين غمض عينيك وشوف نفسك وانت بتقوم تصلي الفجر، وادي لنفسك على الاقل 5 اسباب. قايم ليه؟ تقرب من الله سبحانه وتعالى، حبك لله عز وجل. لو اخر لحظه عاوز اديها لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بينزل لسماء الدنيا، هل من منادي عايزين نعمل لكم حاجه؟ شوف الروعه. فانا عايز يا رب، عايز اصحى مخصوص علشانك. فتبص تلاقي اديت لنفسي اسباب. وانا بعمل التخيل الابتكاري، وهتكلم عليه بعد كده بتفصيل، وانا بعمل التخيل الابتكاري اللي حصل بهذا التخيل الابتكاري خليت مخي يلاحظ ان انا محطوط في تحديات. ايه التحديات اللي ممكن ما تقولنيش بدري؟ ان انا ممكن اكون نمت متاخر، اكون كسلان، اكون تعبان نفسيا، اكون زهقان، اكون مش عايز اقوم، اكون غضبان، تكون الدنيا بتشتي، يكون السرير سخن كده والشيطان يجي يقول لك شايف الحلاوه، شايف السخونيه، يا راجل ما تقومش خليك جوه. مهما حصل من تحديات برضه هقوم. فاكرين الروابط للسعاده والالم؟ لانك بتربط السعاده بانك تقوم، انك تقوم لله عز وجل، مش قادر تستنى. بتظبط المنبه الداخلي يصحيك في الوقت اللي انت عايز تصحى فيه. انت عارف، هسألك سؤال، هل ممكن تظبط المنبه عشان تقوم الصبح في حاجه مهمه وتلاقي نفسك ممكن تقوم قبل المنبه؟ ممكن طبعا، كلنا عدينا بيها. علشان كده انت بتعمل نفس الشيء دلوقتي، انك بتظبط المنبه الداخلي. لما تدي نفسك اسباب وتكون قويه وتكون حاجه تهمك فعلا، المخ هتبص لي على طول كلاك يروح مصحيك في الوقت قبل ما انت حتى قبل تلاقي نفسك خلاص اتعودت على كده. مهما كنت في اي حته في العالم او مسافر ولا لا برضه بتقوم. هي دي الروعه الداخليه، بتستخدم قدراتك الداخليه وتلاقي نفسك النهارده قررت قرار واعي ان اقرب من الله سبحانه وتعالى، قررت قرار واعي ان اكون احسن حاجه في حياتي، قررت قرار واعي ان اكون اب كويس، ام كويسه، اكون اخ او اخت او صاحب. لازم ما تخليش حياتك تبقى زي امبارح. علشان كده خد بالك، مهم جدا اللي انا قلت لك عليه، استراتيجيه كوب الماء. لان المخ بيتغذى على الاكسجين وعلى الجلوكوز وعلى الميه. فلما تبص على الليكويد 90% من مخك دم وميه، عشان كده لما تاخد شويه ميه المخ بيتغذى، لما تاخد نفس عميق المخ بيتغذى، لما تغمض عينيك وتشوف نفسك في مواقف صعبه وانت بتحلها، هنا بتبص لنفسك، بتبرمج نفسك صح، بتاكد لنفسك صح، بتدي لنفسك قوه مظبوطه. هي دي الروعه الداخليه. فبتستخدم العلوم دي وتقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى. فهنا ممكن تقوم تصلي الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما